وسهلا، اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا ست الكل، اتفضلي. تسلم لي والبركة فيك. ايه العفو، انا ما عملتش حاجة. أنا مش عارفة أودي جمايلك فين. ده أقل واجب. اتفضلي اتفضلي يا ست الكل. أنت عارف طبعا إن حمدان هو اللي عملها فيا عشان يستفرد بالمذبح لوحده، لكن أنا عايز أنزل الشغل وأقف له تاني. تحت أمرك، العزبة وصاحب العزبة. ما هو ده العشم برضه. احنا لسه هيكون في بينا وبين بعض كلام كتير قوي. مش وقته يا شافعي بيه. على كل حال انا بالي طويل وحبالي اطول. وانا تحت امرك، والايام جايه بينا كتير قوي. الشغل هيرجع زي زمان والاجر كمان، والباب مفتوح لكل راجل جدع في المذبح. اللي يحبونا ايوه اللي يكرهونا لا. سلطان، امور يا معلمه. تعال معايا. عباس. ايوه تعال. اؤمر يا معلم. بقول لك ايه، انت هتنزل من العربيه وتجري تخش على العماره على طول، تعمل حركات في الشارع، تصرخ، تقول يا عالم يا ناس، هتضحك. حقك عليا يا معلمة. عملت كده ليه؟ أنا غلطان. الشيطان حمدان هو اللي خواني. سيبنا لوحدنا يا سلطان. يا معلمه الاحسن بعد بقول لك سيبنا لوحدنا يا سلطان. ماشي. يبقى خلي حمدان ينفعك. اهم رجالتي جابوك من وسط المذبح وكان ممكن يخلصوا عليك. أيوة، لكن أنت أصيلة يا معلمة وقلبك زي البفتة البيضة. هي كلمة واحدة. أمور يا معلمة، أنا خدام. حمدان، أنا ما كرهتش في الدنيا هاتو. اللي عملته معايا تعمله معاه. يا معلم حمدان، داري على شمعتك، ما تحرجناش معاك. انت بتورد لحمه لملجأ اطفال؟ ليه؟ خير، حد اشتكى يا سعادة البيه؟ وهي اللحمه المريضه التي يأمر دكتور المذبح بإعدامها، ولكن توضع عليها أختام مزورة وتورد للأطفال اليتامى. بلا ده كاذب يا سعادة البيه. الله، هو احنا ما قرناش ظهري بقى ولا ايه؟ اسمع يا معلم، أنا المرة دي اتصرفت وطلعت بلاغ كاذب، لكن المرة الجاية مش هقدر. خفت يا حمدان. ماشي. الا البلاغ ده من مين يا سعادة البيه؟
انا بريئه من دم جابر، ما اعرفش حاجه عنه وماليش صالح بيه. امال مين اللي قتله؟ دي شغلتك يا حضره الضابط. جابر هو اللي شهد عليكي ودخلك السجن، ودي شبهه عليكي. سيادتك عندك القانون، لو لقيت عليا اي دليل بالقانون انا رقبتي للقانون. انا ما كنتش اتصور ان قلبك الحنين يتغير ويقسى بالشكل ده. اصلك ما شفتش اللي انا شفته ولا اتعذبت عذابي. انا سمعت بان النيابه اتحفظت على القضيه، لكن المذبح كله بيقول انك انت السبب. انا ما عملتش حاجه يا سلامه، انا وقعت ما بين كلبين وكان لازم واحد فيهم يعض التاني. طب وبعد كده هتعملي ايه؟ بكره تشوف. ده انا بالرويه ومحدش قدر عليا. اتفضل يا سيدي الكل. ايوه كده، البسي والزواقي وعيشي. هي الدنيا تسوى؟ على قولك. انا اول ما طلبتني في التليفون سبت الدنيا كلها وجيت طوالي. انا تحت امرك، اموري. لا ابدا، زي ما قلت لك عازمك على الغدا وطبخلك بايديا. تسلم ايديكي. يعني مفيش حاجه مهمه؟ هو انا عندي اعز منك ولا اهم منك؟ نفس الشعور يا افكار. ارجوكي تقبلي مني الهديه البسيطه دي. اتفضلي. الله، تجنن يا خبر. وليه كلفت نفسك غالي كده؟ الغالي يرخص لك يا غاليه. تسلم يا غالي. خد لبسها لي. قوي. يبقوا كام؟ 115 يا معلم. ليه؟ السواق بتاع شافعي بيه اتكلم في التليفون وبيقول ان شافعي بيه عنده افكار في البيت من بدري. الله الله، ده اللعب حلاوة قوي. طيب يا افكار. تسلم ايديك يا ست الكل. طب اقعد بقى لما اجيب لك الحلو. تعالي هنا. هو في الدنيا كلها احلى منك؟ بس ماليش بخت يا شافعي بيه، ماليش راجل اعتمد عليه، محتاجه لظهر يسندني. انا تحت امرك، وبكره تشوف الشافعي هيقدر يعمل ايه. ده انا لو فرست رجاله البلد كلها ما لاقيش ضفرك. لكن لكن ايه؟ مهري غالي عليك قوي. غالي عليا انا؟ اصله جوز اختك. حمدان يعني؟ وايه يعني؟ انت لو طلبت نجوم السما هجيبهم لك. تاخد لي بطاري منه، توريني يوم فيه، ساعتها بس